السلام عليكم. كيف يتم تقدير الإعفاء الأمني في الجيش؟ قبل ما أقول لك إزاي هيتم تقدير الإعفاء الأمني وإيه اللي هم بيعملوه عشان يقدروا حالتك أو يقدروا ظروفك، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ويوصل لزمايلك إن شاء الله اللي عندهم نفس الحالات، فأنت كده بتساعدهم. طيب، قبل ما ابدا اتكلم معاك عايز اقول لك السؤال اللي بيتسال ايه، بيقول لك هو ازاي هما بيقدروا على اساس ايه؟ يعني امتى اقول الحاله بتاعتي او انا هاخد اعفاء امني بنسبه 100%، وامتى ما اقولش ان انا هاخد اعفاء امني بنسبه 100%؟ طيب، اول حاجه انت اللي بيحصل في التجنيد ايه؟ اللي بيحصل لما انت بتسال، لما انت بتيجي تسالني او تسال غيري او تسال اي حد انت بتثق فيه، فتقول له ايه، هو انا هاخد في الحاله دي اعفاء امني ولا مش هاخد اعفاء امني؟ الموضوع ان انا بقول لك ان حالتك دي هتتفحص. يعني ايه؟ يعني انت لما تقول لي مثلا انا عندي اخويا مثلا اجنبي، اخويا من ابويا متجوز بره، وعندي اخ اجنبي ومثلا في الجيش الامريكي او في الجيش مش عارف ايه او اي مكان، فانا لما بقول لك ان حالتك دي هم هيبحثوها، انا ما بقولكش بنسبه 100% انك هتاخد اعفاء، ولا يقدر اي حد يقول لك بنسبه 100% هياخد ان هتاخد اعفاء. ليه؟ لان احنا بنبص، او مش احنا، هم بيبصوا على ايه؟ هم ليهم هم ليهم حاجات معينه بيقيسوا عليها، لكن انا اقدر اضمن لك ان هم يبحثوا حالتك. يعني انت لما تروح هناك اقول لك قول لهم على دي، لان هم هيبحثوا حالتك في الوضع ده لو انت عايز تاخد اعفاء امني. وان كان انا منزل فيديوهات او منزل فيديوز كتير وبقول فيها ايه مخاطر الاعفاء الامني. فانت لما بتروح تقول لهم انا عندي المشكله الفلانيه، او انا قريبي فلان، او انا قريبي علان، وتيجي تسالني قبل ما تروح تقول لهم، فانا لما اقول لك مثلا ان مشكلتك دي ان شاء الله احتمال تاخد اعفاء، او في الغالب هتاخد اعفاء، او كل المصطلحات المطاطه دي، فانا ما اقصدش ان هي هتاخد اعفاء بنسبه 100%، ولا في اي حد يقصد انها هتاخد اعفاء بنسبه 100%. واي حد يقول لك انها هتاخد اعفاء بنسبه 100% يبقى كذاب، حتى ولو صدق، حتى لو التوقع اللي قال لك عليه طلع، حتى لو التوقع اللي قالك عليه هو صحيح او صدق، هو مش معناه ان هو كان متاكد 100%. مفيش حد ياكد لك 100%، ممكن حد ياكد لك 100% عشان ياكد لك ان هو عنده المعلومات، بس الكلام ده بيبقى كذب، الكلام ده مش حقيقي. فانت لما تروح وعندك مشكله عايز تقول عليها ليها علاقه بالاعفاء الامني، عندك اخ منتمي لجيش مثلا من الجيوش المعينه، او والدك عايش مثلا في دوله من الدول اللي هي محظوره على مصر واللي هي مش معلومه لينا كلها، وبالتالي انا ما اقدرش اقول لك في كل الحالات ان هي انت هتاخد اعفاء ولا لا، ولا اقدر اقول لك لو انت متجوز اجنبيه هتاخد اعفاء بنسبه 100% ولا لا. ولكن انا باكد عليك وبقول لك ان الحاله بتاعتك لما انت بتسالني فيها ان الحاله بتاعتك هتتفحص، ودي حاجه مهمه جدا. لان انت لو قلت لي حاجه هايفه هقول لك ما تقولش عليها، لانك هتعمل وش لنفسك على الفاضي. فانت لما بتسال، لما بتسالني ما يكونش عندك علم انك هتاخد مني ال 100%، لان انا مش في ايدي الموضوع، انا مش صاحب القرار، صاحب القرار ناس تانية، فالناس التانية دي هي اللي بتملك تديك اعفاء او لا. فانت لو حد قال لك بنسبه 100% انت رايح تاخد اعفاء يبقى كذاب. طيب، وانت نفسك وانت رايح التجنيد هتقول على اي حاجه ليها علاقه بالاعفاء الامني وسالت فيها وتمام، حاول وانت رايح يكون عندك نسب احتمال. مهما يكون حالتك او مهما يكون ظرفك، ماشي، يكون عندك احساس مليون المية انك انت وارد انك تدخل ووارد انك تخرج. ليه؟ لان في حالات مشابهة كتير وظروف كتير جدا كانت حالاتهم صعبة قوي وعندهم مشاكل كبيرة جدا، ولكن الجيش شايف انك انت تصلح انك تخش، ممكن يوديك سلاح معين انت سلاح معين ما فيهوش مخاطر فهيستفاد بيك برضه. فانت ما حدش يقدر يقول لك بنسبة 100% انت هيعملوا معاك ايه. كل اللي يقدر يقول لك عليه ارشادات، يقول لك ايه، والله قول لهم على الجزئيه دي وقول لهم على الجزئيه دي، لا في حالتك ما تقولش لانك انت هتتضر، لا في حالتك قول بس اعمل كذا، لا في حالتك وجههم للحته دي، اكد عليهم الجزئيه دي، عشان وهو بيتفحص لو انت عايز تاخد اعفاء امني يقدر يخليك تخش في النسب اللي ممكن تجيب لك اعفاء امني. ولو انت مش عايز تاخد اعفاء امني تقدر ترد عليهم ردود ما تخليكش تاخد اعفاء امني، لان انا ذاكر لك قبل كده مخاطر الاعفاء الامني وقايل لك عليها، ممكن ترجع للفيديوز بتاعتي عشان تقدر تتفرج عليها. خلي عندك وانت رايح خلي عندك نسب كده ومحدد، لان الموضوع ده زي ما قلت لك في الفيديو بتاع الاعفاء الطبي، الموضوع ده هيأثر على نفسيتك جامد جدا. لو انت رايح متأكد انك انت هتاخد اعفاء امني مليون المية ومجهز حياتك على السفر ومجهز شغلك وبتاع، هتتصدم لو دخلت. والعكس صحيح، ان انت
لو رايح مش مدي اخوانه ولقيت نفسك خدت اعفاء امني، فانت هتضطر في لو انت عايز تشتغل في القطاع العام في مصر، او عايز تشتغل في اي مكان. فحاول تركز في الموضوع ده لانه مهم جدا. ولو احتجت اي سؤال اسال، ما يهمكش. ومفيش حد عنده العلم الدنيوي الكامل، لان اي حد يقول لك انا عندي العلم الدنيوي الكامل، انا بفضل الله عندي معلومات كتير، بس اي حد يقول لك عندي العلم الدنيوي الكامل يبقى بيكذب عليك. محدش عنده العلم الدنيوي الكامل. ماشي؟ فانت حاول لما تسال اسال حد اهل ثقه بالنسبه لك، واسال كذا حد، مش عيب. مفيش حد حكر عليه المعلومات، وان شاء الله باذن الله تقدر توصل للي انت عايزه. شكرا جزيلا، سلام عليكم.